تفتكروا الفرخه دي بتوصل ازاي لينا في الطبق كده في البيت؟ عايزين تعرفوا بالخطوات من اول ما الفرخه كانت لسه صاحيه لحد ما وصلت لنا كده في الطبق ايه اللي بيحصل؟ تعالوا معانا في الفيديو ده، هندخلكم جوه مجزر دواجن ونوريكم كل حاجه بتحصل بالخطوات. اهلا بيكم. النهارده احنا موجودين في مجزر المصريه تبع لشركه كريم لاند للدواجن عشان نحضر مع بعض الذبح ونوريكم ازاي الفرخه لما تبقى صاحيه بتمر ازاي بكل الخطوات جوه المجزر لحد ما توصل لكم جوه الطبق. النهارده احنا هيكون معانا مجموعه من الدكاتره وكمان دكتور محمد الصاوي اللي ماسك هنا في المجزر مدير الجوده عشان تشرح لنا بالخطوات خطوه خطوه. واول خطوه معانا يا دكتور طبعا هي ايه؟ التعقيم. طبعا ما ينفعش ادخل المجزر الا لازم اكون لابسه كل الملابس الواقيه وابدا مرحله التعقيم اللي بتبتدي بغسيل الايد بالطريقه السليمه زي ما احنا طبعا حافظناها بس هنعملها مع بعض. طبعا خلال 20 ثانيه بنبدا نغسل ايدينا. بعدين بنبدا نحط المطهر ونكمل لبس الملابس الواقيه اللي هي عباره عن هيرنت وكمان جلوفز. احنا هنلبس الحاجات دي ونكمل مع بعض لما ندخل في الصاله. دي غرفه تعقيم برضو قبل الصاله اللي احنا هندخلها دلوقتي. دي غرفه تعقيم لشوز. اول مرحله الدكتور محمد الصاوي يعرفه. الدكتور محمد الصاوي مدير الجوده هنا في المخزن هيكلمنا عن مرحله فقبل ما حضرتك ممكن حضرتك تشرح للناس كده احنا ان شاء الله باذن الله اول مرحله بتتم معانا في المجزر هنا هي استلام الصح ويوقف منطقه 50 متر كل 1000 طائر عشان تضمن التهويه الجيده للطيور ما يحصلش فيها اي هبوط او ستريس على الطائر، فبالتالي تاثر لي على الانتاج او تاثر لي على جوده اللحم او التسويق. اول حاجه بنعملها مع بعض هنا ان احنا بنستلم الطيور الحيه ونتاكد من مدى سلامتها الصحيه قبل ما يتم تعليقها على السيف. لو في اي حاجه فيها مشكله او حاجه يتم تشريحها عندنا، ولو اكتشفنا ان في اي مشكله بنرفض تماما ذبح هذا الحيوان. عندك كده معاك في دكاتره عندنا هنا موجود 3 دكاتره موجودين معايا، دكتورين مختصين بالمنطقه هنا، دكتور خاص بالمستلم، دكتور خاص باستلام الصحي، دكتور خاص بالبي ام انسبكشن اللي هو الفحص ما بعد التحليل. وبعد كده بعد ما نتاكد ان كل مراحل ماشيه مظبوط تبدا الفراخ تدخل اول حاجه بيتم فحص مناخ الصح من حيث الراس ما يكونش فيه اي شطوب او اي زرقان او اي تورمات في الراس، ما يكونش فيه اي سكريشنز او سلات سواء من الانف او من العين. نفس الكلام برضه بنبص على جوده اللحم، ما يبقاش فيه اي تورمات في المفاصل او في اي كدمات في اللحم تاثر لي على الانتاج او تكسير في الاجنحه او تكسير في المفاصل او الجوينتس. نفس الكلام برضو باكد على جوده الفرشه اللي كانت فيها الفرخه في العنبر، بحيث ان لو الفرشه مش نظيفه هتجيب لي امراض معاها. كل الحاجات دي انا بشيك عليها وانا بفحص الفراخ قبل ما تتعلق للذبح. فحص الفراخ بنبدا بعد كده العمال يبداوا يعلقوا مع بريكوشن ان هم ما يكتموش الفرخ.
وفحص الدكاتره بيبداوا يحصوا الفرخه وهي لسه حيه، بعدين تبدا تدخل مرحله الذبح. دكتور محمد هيشرح لنا بقى الخطوه دي بيتم فيها ايه. مرحلة الذبح أهم حاجة فيها إن الجزار يبقى واعي كويس جدا وهو بيذبح إن الفرخة تكون طبقا للشريعة الإسلامية عشان أقدر أحط على الطبق بتاعي البادج بتاع حلال. معلش يا دكتور بقى حضرتك تسترسل لنا في النقطه دي، لان دي نقطه مهمه جدا والناس بتاخدها انها حاجه بسيطه، بس ابسط حاجه محتاجه تاكيد مننا. تمام. هي حلية الفرخة بتكمن في اللي نصت عليه الشريعة الإسلامية، إنه يزكي على الفرخة وهو بيذبحها، يذبح في اتجاه واحد ومرة واحدة، يعني ما يروحش ويجي على الفرخة أكتر من مرة. طب الفرخة لو ما اتذبحتش في اتجاه واحد مرة واحدة يقدر يعمل مرة تانية. زائد وهو بيذبح بياخد باله من 5 حاجات يذبح فيها. بيذبح الجلد، يقطع في الجلد ويقطع في السبكت أو ما تحت الجلد، وبيذبح أو بيقطع في المسلز أو العضلات، بيقطع الشريانين اللي موصلين من القلب للمخ، وبيقطع الوريدين اللي هم 2 جاجولار فين اللي بيبقوا واصلين في منطقة الرقبة. جاست او مجرد الجزار ما ذبح ال5 حاجات دول كده الفرخه تقدر تعمل عمليه نسف كامل لاكثر من 60 ل 70% من حجم الدم اللي موجود فيه. طيب ده احنا بنتكلم على الذبح جوه مجزر، احنا برضو الناس اللي بتذبح في البيت او ست البيت اللي بتربي فراخ لازم تاخد بالها من النقطه دي، لان احنا الذبح الاسلامي ده بيمشي جوه مجزر او جوه بيت. بالظبط. اي كائن حي انت بتذبحي فرخه فلازم تمشي بنفس الخطوات اللي الدكتور قال عليها وتسمي على الذبح لازم كل مره، ده شيء اساسي. اتفضل يا دكتور. تمام. هي بس الفكره طالما عايز تاكل، انت شخص مسلم بتذبح او بتاكل حاجه على الشريعه الاسلاميه لازم تبقى الحاجه دي حلال. علشان تبقى حلال ده اللي نص عليه الشريعه الاسلاميه، التزكيه، ما يذكر اسم الله عليه، بان انت بتسمي. طب احنا دلوقتي برضو في المجازر برضو دي نقطه حابين نقول عليها، في بعض الاحيان بيبقى عندي كميه طيور كتيره جدا، فوارد ان الجزار ما يلحقش يسمي على كل الطيور دي. في الوقت ده بناخد الجزار بيطلع يسمي بنيه الكل ويدخل يسمي على قدر المستطاع من الفراخ اللي قدامه. يعني هو اصلا ممكن يسمي اللي هو بدايه خلاص ده الجزء، فيبدا يسمي اللي هو بنيه ان انا هذبح. هو بيطلع بيبقى عندنا عربيتين 3 4 بيذبح اول قبل ما بيبدا خالص بيسمي بنيه الكل ده كله. تمام. ان هو سمى بنيه ان انا هذبح الطيور دي كلها. تمام. واثناء ما هو شغال بيسمي، بس النيه اللي في الاول عشان لو سقطت منه فرخه ولا حاجه يبقى الاولى بتكفر ده او بتغطي ده. حلو. فدي النقطه دي. بعد كده في نفس الصاله يعني ذبح بس ولا بيكمل حاجه ثانيه؟ لا، عندنا هنا في نفس الصاله برضه فتره الادماء لازم تكون من دقيقه ونص لدقيقتين في بعض المجازر الآلية. أيوة. وبعض المجازر اللي بتطبق نوع من انواع الفولت الكهربي عشان تزود مرحله الريلاكسيشن او الاسترخاء للفرخه. الفولت الكهربي ده بيطبق هنا في مصر في بعض الاماكن واماكن لا. يعني في اماكن ينفع اصلا ان احنا نطبق الفولت الكهربي؟ على حسب، انا ممكن اطبق قبل الذبح ولا بعد الذبح. لو قبل الذبح فيها خلاف، بعد الذبح انا اوريدي ذبحت. فحته ان انا ادي 12 فولت كهربي للفرخه عشان تعمل ريلاكسيشن، لكن قبل الذبح اعتقد يعني احنا فيها خلاف كبير جدا. خلينا نمشي على فيها خلاف كبير جدا من حته ان الفرخه اغمى عليها او ماتت او لا ما ماتتش او لسه فيها روح. ده اللي بيفرق الذبح الاسلامي او الذبح الاسلامي، ده اللي بيتم في البلاد الاجنبيه انه بيتم عدد كبير جدا من الطرق منها استخدام الكهرباء، وبتاثر بشكل كبير جدا على بعد كده جوده اللحم. أيوة. وبتاثر كمان اثناء ما الرياشه بتشيل الريس بتقطع، وبتاثر كمان ان هي بتحصل فيها كدمات كتير. جميل جدا. بسبب ان وارد ان البولت ده حيويه الطيور مش واحده. فوارد البولت ده يموت فرخه ويخلي الثانيه لسه في الاغماء ويخلي ده. فعشان نتجنب الشبهه دي والخلاف ده خالص، البولت الكهربي قبل الذبح من رايي بلاش. وحضرتك قلت كويس نقطه مهمه جدا، ده اللي بيفرق برضه يا جماعه سبحان الله طريقه الذبح على الشريعه الاسلاميه بتفرق في جوده اللحمه وكمان في صلاحيتها. يعني ده بيكون دلوقتي الادماء بيكون من دقيقتين ل3، طبعا دي حاجه مهمه جدا لان لو ما حصلش الادماء دي ان احنا نخلي النسيج او العضلات تبدا تتخلص من الدم اللي موجود فيها كله. لو حضرتك ممكن تقول لنا لو ده ما حصلش ده بيحصل ايه في صلاحيه الفراخ؟ لا، انا لو عندي الدم او الفرخه ما خلصتش دمها فانا اصلا غير حلال اكلها. صح.
لان ده كده حرمت عليكم الميتة والدم، فده كده الانسجه مليئه بالدم، ما خلصتش الدم اللي فيها. مبدئيا هي مش هتاخد صلاحيه، هو من البدايه مش هعرف اديها صلاحيه لان هي غير صالحه للاستهلاك. وحتى لو عدت فرخه من ست بيت او من فرارجي او ده او ده، حتى لو عدت حاجه زي كده، الدم ده هو بيئه جيده جدا لنمو كل الميكروبات، فبالتالي مش هتكمل معاها يوم ولا اتنين وتفسد منها. هتبوظ بسرعه. عشان كده بنقول لكم يا جماعه خدوا بالكم، يعني بتخلي الحاجه تطلع الدم اللي فيها، ده اصلا حاجه اساسيه عشان تبقى الاكل ده حلال. بس برضو لو حد ما خدش باله ده هتلاقي الاكل باظ منك على طول، او باظ منك على طول، لان الدم بيئه كويسه لنمو البكتيريا. وندخل على المرحله الثالثه، مرحله الصبر والتلويش. هنا بقى بيتم ايه يا دكتور؟ هنا بعد ما بيتم ان انا اتخلص من كل الدم اللي موجود في الفرخه، تمام، بدخل احطها في درجه حراره ميه سخنه، مش مغليه ومش بارده. الرياشه يعني اللي عند بتاع الفراخ. الاول الميه السخنه. ماشي تمام. الميه السخنه بتعمل لي ايه؟ هي بتسهل عمليه الرياشه. تمام. اللي هي بتفتح مسام الجلد فالريش يبقى سهل انه يقع. طيب لو زودت الميه السخنه، وده اللي بيحصل عند بعض الفرارجيه لان هم ما عندهمش ضبط لعمليه درجه حراره الميه، وعايز يخلص بسرعه. بالظبط. فبالتالي لو زودت الميه السخنه او لو الميه السخنه جريت عندي، الفرخه بالبلدي هتبدا تتسلق. فلو اتسلقت، لو انا عايز اتبلها مش هتمسك في التتبيله، ولو انا عايز اسلقها الحته اللي اتسلقت او السطح اللي اتسلق ده هيبقى ناشف ومش هيستوي كويس لانه اوريدي هو مستوي قبل كده. غير بقى كمان نمو البكتيريا، احنا لو بنتكلم عن ست البيت اللي هو مثلا سلقت الفرخه او ايه بتحاول تنظف الريش، سلقت منها مش هتعرف تتبلها ومش هتعرف تسويها كويس، لكن كمان ده هيأثر على نمو البكتيريا بشكل عام. كتير جدا. انا عندي بيحصل مايجريشن للبكتيريا بشكل على طول، فاحنا عندنا هنا بيحصل تغيير للميه بشكل مستمر. انما معلش في البيت او هنا هي حله ميه سخنه بسقط فيها كل الفراخ. تمام. طبعا الميه السخنه دي التلوث كبير كميه جدا، مش قادرين اصلا نقول لكم قد ايه. زائد ان احنا من هنا بنبقى حريصين جدا ان احنا برضه نحط بعض المطهرات في بعض الاوقات لو شايفين ان ريش الفرخه ممكن يبقى حامل معاه. برضه احنا اوقات بنجيب من مزارع ارضي، فوارد ان الريش يبقى شايل معاه بعض السبله، فبنحط كميه من المطهرات اول حاجه. اغلب الناس ما بتبقاش حاطه النقط دي في اعتباراتها قوي، انما النقط دي كلها هتاثر معايا في الاخر على شكل المنتج النهائي. ده مرحله الصمت. بعد مرحله الصمت خلاص وسعت المسام بتاعت الجلد، بدخل على الرياشه. انا عندي في المنظر هنا 3 رياشات ورا بعض. الرياشه الاولى بتشيل 90% من الريش، الرياشتين التانيين واحده فوق وواحده تحت، واحده تنظف من فوق ومن الركبه وتشيل القشره الصفراء والحاجات دي، وواحده تاخد منطقه ما بين الجناحين والبطن والسن. فبيبدا على مدار ال3 مراحل بيبدا عمليه ازاله الريش بالكامل، عشان مفيش اي مكان يعدي ما يبقاش فيه ريش. بالظبط. خاصه ان الريش ده بالنسبه لي بيسموه فيزيكال هازارد او خطر فيزيائي. الخطر الفيزيائي ده وارد انه يسبب لي مشكله، ده غير ان هو بيبقى انماركتابل او بمعنى اصح ما بيبقاش صالح قوي انك تعرضه. يعني محدش هيحب يشتري فرخه يلاقي فيها ريش. اكيد بالظبط اكيد حاجه زي كده. حتى الدكتور قال خطر فيزيائي او فيزيكال هازارد، عشان برضه الناس نوضح لكم ده من ضمن المخاطر اللي بتبقى موجوده في الغذاء. احنا عندنا 4 مخاطر: الخطر الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي والحساسيه. فالخطر الفيزيائي وجود اي جسم غريب، اللي طبعا الريش بيعتبر من ضمن المخاطر الفيزيائيه اللي موجوده في الاكل. تمام. بعد ما بنخلص الريش يبقى موجود عامل لو في رجل من الرياشه وقعت بيعدلها، لو في قشره صفراء لسه على الركبه بيشيلها، زائد ان هو بيقطع الراس. بعد كده ندخل المرحله. تمام. اوكي.
حوضين جنب بعض. الحوض الاول بعد عمليه تفتيح البطن بيتم نزع الاحشاء اللي هي الانتستين او الامعاء. تمام. بيشيل نزع الاحشاء، بيكون معاه خط ميه على طول الحوض علشان لو في اي كونتامينيشن او تلوث ما بين فرخه للثانيه يتم شطف الفرخه بشكل منفرد مش الفراخ مع بعض. بعد كده بيتم نزع الكبد في الحوض اللي بعده برضه عليه خط ميه بيتم شطف الفراخ من بعدها. كده الفرخه هنا بتاخد كام شاور هنا؟ يعني كميه شطف الفرخه وفرخه لوحدها مش اللاين كله؟ يعني صراحه من اول الاحشاء ثم الكبده ثم كابينه خاصه بالشطف ثم في الشيدر اللي هو اصلا معمول علشان الشطف بميه ومغطى. اثناء بعد نزع الكبده بيبدا بعد كده تعدي الفراخ على كابينه الشطف ثم تعدي على سكينه الاسقاط وتنزل في الشيدر. اثناء الفتره دي بيبقى في بعض البريكوشنز، وهنا مهم جدا عمليه الفحص البيطري للفحص ما بعد الذبح. يعني في دكاتره واقفين اونلاين هنا بيبداوا يفحصوا الفرخه عشان يشوفوا لو فيها اي بالظبط. موجود معانا هنا دكتور مختص بالصلاه دي بس. ده بيفحص الفرخه بعد الذبح عشان لو في اي اعراض او حاجه صارت نزع الاحشاء فيها 11 سبب يخلوني اعدل الكركس بالكامل او الفرخه بالكامل. ممكن حضرتك تقول لنا سببين منهم كده مثلا؟ ابسط حاجه لو انا عندي فرخه فيفرش. فيفرش يعني ايه؟ يعني فرخه محمومه وبتبقى بسبب سبتسيميك ديزيز. ممكن بس تقول للناس يعني ايه محموم عندها حمى؟ تمام، عشان كلمه فيفرش لما بيبقى عندي مرض شديد شويه زي انفلونزا زي النيوكاسل زي اي حاجه من الامراض الشديده، ممكن لو انا تبقى فرخه او فرختين ما خدتش بالي منهم اثناء الفحص الظاهري، بيحصل هنا ان بلاقي الفرخه محمره بزياده، بلاقي اللحم كله مش اللون الورد الفاتح، لا بلاقي اللحم يا اما مغمق نبيتي داخل على زرقان. ده في حاله حدوثه، يعني احنا بنقول حاجه من الحاجات اللي ممكن تحصل اصلا ده في حاله حدوثه. بالظبط. او لو انا عندي فرخه ما اتذبحتش كويس، وارد ان الجزار وهو بيذبح يقطع شريان ويسيب التاني، يقطع ده. ففي الحالات دي لا، انا هنا بعدم الفرخه بالكامل لعدم حدوث اي ضرر لسلامه المستهلك. فانا عندي هنا طبيب بيطري مختص بالصوره دي بيسموه البي ام انسبكشن او الفحص ما بعد الذبح. يعني هنا في على كل نقطه طبيب بيطري واقف يفحص الفرخه عشان سلامتكم، عشان المنتج في الاخر يطلع منتج امن للاستهلاك. وزي ما دايما بنقول الطبيب البيطري هو ايه؟ البوابه الاولى للدفاع عن سلامتكم وعن صحه الانسان. بعد ما الفراخ بتنزل هنا من وحدة الشطف والتبريد بتدخل على الثلاجات. درجة الحرارة هنا يا دكتور كام؟ درجة الحرارة هنا من 0 ل 4 درجة حرارة التبريد عشان تخلي المنتج تصل بين الدرجة المسموح بيها ما يحصلش بعدها أي مرور. سواء فراخ لسه مشفى او فراخ مشفى بس لسه ما كملتش التشغيل بتاعها، فبدل ما تسافر الصلاه بره تدخل الثلاجه. وبعدين دي الصاله بقى اللي بيتم فيها التقطيع والتجزئه وعمل القطعيات. هنا دلوقتي بنشفل شاورما. شاورما؟ تخلط الصاله اللي هو بعدين هنخلص الشيك جنب كل عامل
في برانيكا او في عظم، في برانيكا قطع العظم، تمام. الصفر القديم، والبرانيكا الزرقاء المخصصه للعظم. عندنا في حاجه اسمها كولر كودينج للاماكن. توحيد اللون ده مهم عشان البرانيكا الملامسه للغرب ما ينفعش يجي فيها منتج، وعشان البرانيكا الملامسه للمنتج ما تبقاش عصام. جميل جدا، رائع. شايفين زي ما انتم كده البرنيكه دي الزرقاء الملامسه للارض دي برانيكا طبيعيه. دي بتتحط عليها منتج، لكن ده مكان الطباعه. والمخزن اليومي، الادوات التعبئه وكده. تمام.